طبعا الاخوان في قسم الاستقبال يتواجدون بشكل مستمر من اجل استقبال الزوار للزوار وتقديم الهدايا اللي يتم تقديمها للزوار في جناح دولة قطر. طبعا في داخل الجناح ايضا اذا كان في خارجه طابور طويل فايضا في داخله طابور طويل. اليوم ايضا مطر في يوسف فيرتدون ملابس المطر او الواقيه من المطر ويقفون في طابور طويل من اجل ايضا الحناء. لاحظ يلبسون يعني الواقي من المطر. هذا مثل ما قلت هذا طابور طويل من اجل يعني مشاهده الفعاليات والتعرف على الفعاليات التي يقدمها جناح دولة قطر. طبعا اكثر شيء من الحناء يقدم. Yes. What you say? You need حنة؟ You need حنة؟ حنة؟ طبعا ما يعرفون، اغلبهم يعرفون اللهجه الكوريه والكوري. طبعا الحنة يتم عمليه النقش على اليد وتقديم الفعاليات الموجوده. ايضا هنا السيده ام علي ايضا تقوم بعمليات نقش الحنة بشكل مستمر في الجناح، وبالتالي نشاهد عدد كبير من يعني الزوار المتواجدين واللي يجلسون دائما في هذا المكان من اجل الحنة ومشاهدة الفعاليات.